ما سبب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو من أطول وأعقد الصراعات في العالم، والسبب الرئيسي ديالو هو الصراع على الأرض. فلسطين كانت ساكنة من طرف العرب الفلسطينيين منذ قرون، واليهود كانوا أقلية كتعيش بسلام. لكن في الأواخر ديال القرن 19 ظهرت حركة صهيونية كانت كتخطط باش دير وطن قومي لليهود في فلسطين. لكن في عام 1917 بريطانيا دارت وعد بولفور وقالت فيه أنها غادي تدعم قيام وطن اليهود في أرض فلسطين، مع أن الأرض كانت ديال العرب. من بعد بدات الهجرة اليهودية كتكبر وبريطانيا كانت كتشجعها، وهذا الشيء زاد التوترات بين الفلسطينيين واليهود. من بعد ما تطورت القضية في عام 1947 الأمم المتحدة قررت تقسم فلسطين لدولتين، وحدة اليهود وحدة للعرب الفلسطينيين. ولكن الخطة كانت ظالمة بزاف، حيت عطاو اليهود أكثر من نصف الأرض مع أنهم ما كانوش حتى الثلث من السكن ديالها. اليهود قبلوا لكن الفلسطينيين رفضوا، وفي عام 1948 اليهود أعلنوا قيام دولة إسرائيل، ووقعت حرب كبيرة بين العرب والإسرائيليين، والنتيجة كانت النكبة. أكثر من 750 ألف فلسطيني طردوا من بيوتهم وأراضيهم. من ذاك الوقت والصراع مستمر، حروب، انتفاضات، حصار على غزة وبناء مستوطنات على أراضي الفلسطينيين. وما زال الفلسطينيين كيقاوموا وكيطالبوا بحقهم في أراضيهم وبحق العودة وقيام دولتهم مستقلة. خلاصة، السبب الرئيسي هو الاحتلال الإسرائيلي ومحاولة سرقة أرض فلسطين وارتداد شعبها، والفلسطينيين باقين صامدين كيقاوموا باش يسترجعوا حقوقهم، مع أن الأرض ديالهم وماشي ديال إسرائيل. وانت شنو كيبالك في هذه القضية؟